في بوست على ريدت في الكلود كود كوميونتي واحد كاتب بيقول the feature dash dev plugin leveled up my code، وكاتب تحتها ان صحيح انها بتاخد وقت بس في نفس الوقت الريزلت حلو قوي. اللي لفت نظري في البوست ده الجملة دي لما قال I think the main unlock is that it asks a lot of clarifying question. It explores the code base, asks questions about what you want to implement, present a few approaches and then implements and then does a quality review at the end. فحاسس ان هو فعلا work flow كامل، مش اللي هو implement على طول، ومش اللي هو برضو زي البلان مود، لان هنا بيتكلم على كذا فيز او كذا ستيب في البروسيس نفسها. النهارده هنشوف البلجن دي بتشتغل ازاي وهنطبقها مع بعض. يلا نبدأ. طيب ده الريبوزيتوري بتاع انثروبيك، وهنا بيتكلم عن الفيتشر ديفلوبمنت بلجن. في الاوفر فيو بيقول ان البلجن دي provides a systematic 7 phase approach to building new feature instead of jumping straight into code. طيب ازاي نستخدم البلجن دي؟ كل اللي محتاجينه اننا نعمل انستول البلجن، بعد كده استخدامها بسيط جدا سلاش فيتشر ديف، وتقول له الفيتشر اللي عايز تعمل لها implementation، او انك بس تقول سلاش فيتشر داش ديف وهو هيسألك ايه الفيتشر اللي عايز تعمل لها implementation. الاهم من ده كله الورك فلو نفسه. تعالى نبص على السيفن فيزز اللي بيقول عليهم. اول فيز عندنا هي discovery، بيحاول يفهم الريكوست نفسه، بيحاول يفهم المشكله اللي عايز تحلها. فعطي مثال هنا بيقول مثلا لو قلت لي feature dash dev add caching، فكلود كود هيسالك يقول لك what should be cached, what are your performance requirements, do you have a preferred caching solution and so on. طيب دي اول فيز، وده على ما اعتقد يعني متوقع في معظم الحاجات اللي بنعملها مع كلود كود. اول ما بنكتب اي حاجه دلوقتي دايما بيسالك بيقول لك انت قصدك ايه او ايه المشكله اللي بتحلها. تعال نروح على الفيز الثانيه وهي كود بيز اكسبلوريشن، وهنا كلود كود بيحاول يفهم الاكزيستنج كود اللي عندك او الباترنز اللي موجوده في الكود بتاعك اوريدي. وهنا بيعمل حاجه حلوه قوي، هنا بيلانش 2 to 3 كود اكسبلورر ايجنتس ان باراليل. فهنا بيعمل اكتر من سب ايجنت مهمتهم ان هم يعملوا اكسبلور للكود بيز اللي عندك، يشوفوا السيميلار فيتشرز اللي موجوده في الكود عندك، يشوفوا الاركتكتشر، يشوفوا اليو اي باترنز اند سو اون. بعد كده في الاخر بيدي لك سمري لكل الفايندنجز بتاعه كل ايجنت. خلينا نروح على الفيز اللي بعد كده. الفيز اللي بعد كده بيقول لك انا دلوقتي عرفت الريكوست وعندي الكود وعارف الباترنز. طيب هل في اي حاجه انا لسه مش فاهمها عشان ابني الفيتشر بالطريقه الصح؟ فهنا بيحاول يفل ان الجابس ويرزولف اي امبيجوس ريكوست. فهتلاقيه هنا بيحاول يسالك اكتر من سؤال ينبهك على الايدج كيسز اللي موجوده، وبعد ما بيخلص الاسئله بيروح على الفيز الرابعه. الفيز الرابعه هي الاركتكتشر ديزاين، وهنا بيعمل لانش لاثنين او ثلاثه كود اركتكت ايجنتس. وهنا بصراحه بشوف قد ايه البلجن دي حلوه قوي، لان كل اركتكت بيرجع لك بسولوشن مختلف عن السولوشن التاني، ففي الاخر انت بيبقى عندك اكتر من سولوشن تختار ما بينهم، على عكس العادي لو رحت لكلود كود او لو رحت على بلان مود وقلت له انا عايز اعمل فيتشر، في الغالب بيدي لك في الاخر وان ابروتش. لكن هنا الموضوع سيستماتيك، في اكتر من ايجنت هيعملوا ديفرنت سولوشنز. تعالى نبص على الفيز اللي بعد كده وهي الامبلمنتيشن. وانس انك توافق على سولوشن من السولوشنز اللي اقترحها عليك كلود كود بيبدا يعمل امبلمنتيشن. وهنا حاجه مهمه قوي في الامبلمنتيشن، هنا بيقول لك انا هعمل فولو على الباترنز اللي لقيتها في الفيز الثانيه وهستخدم السولوشن اللي حصل له ديزاين في الفيز الرابعه. فالامبلمنتيشن مبني على الفيزز اللي قبل كده. طيب نخش على الفيز السادسه وهي كواليتي ريفيو، وهنا بيعمل لانش لثلاثه كود ريفيور ايجنتس يتشيكوا لو في اي باجز، يتشيكوا لو في اي كونتراديكشنز في الكود. وهنا ميزه الفيز دي ان هو بيعمل سب ايجنتس مش شايفين اي حاجه عن الكونتكست خالص، مش شايفين ايه اللي حصل في الفيزز اللي قبل كده، فبيعملوا ريفيو من غير ما يكونوا منحازين لاي كونتكست قبل كده. نروح على الفيز اللي بعد كده وهي عباره عن سمري، بيقول لك ايه اللي بنيته وايه الكي ديسيجنز اللي عملناها والفايلز الموديفايد ونكست ستيب لو في نكست ستيبس. فده الورك فلو كامل. تعال ننزل على حاجه مهمه قوي، احنا قلنا ايجنسي كذا مره، فتعال نبص على الريسبونسابيلتيز بتاعه الايجنسي اللي هو عاملها. اول ايجنت عندي هو كود اكسبلورر، وده اللي قلنا عليه بيشتغل في الفيز الثانيه، بيحاول يفهم الكود بيز، بيحاول يشوف الباترنز اللي موجوده، بيحاول يفهم الديبندنسز اللي موجوده عندك في البروجكت. تاني ايجنت هو كود اركتكت، وده اللي بيشتغل في الفيز الرابعه ومهمته ان يعمل ديزاين لسولوشن ويحط لك الرود ماب اللي المفروض تمشي عليها عشان تعمل الفيتشر.
الايجنت اللي بعد كده هو كود ريفيور، وده اللي بيشتغل في الفيز السادسه، ومهمته يشوف لو في اي بوكس موجوده في الامبلمنتيشن، وبرضه بيروح يتشيك على كلود دوت ام دي عشان يتاكد ان الامبلمنتيشن ماشي على الجايد لاينز. الحاجه الجميله برضه في الايجنتس انك اول ما بتعمل انستول للبلجن دي انت تقدر تتريجر اي ايجنت من دول بعيدا عن البلجن. فهنا لو تلاحظ في كل ايجنت بيقول لك ايه، بيقول لك can be invoked manually after writing code. لو بصيت على الاركتكت نفس الكلام، كان بي انفوكد مانيولي فور اركتكتشر ديزاين. فده معناه انك ممكن تستخدم الايجنتس بعيدا خالص عن البلجن. طيب كده نكون فهمنا البلجن وعرفنا بتشتغل ازاي وشوفنا كل حاجه جواها. تعال نروح نعمل لها انستول، بعد كده نجرب نبني فيتشر عن طريقها. طيب احنا هنا في رايدر اي دي اي كويك كونتكست عن البروجكت ده سولوشن بيعمل هاندل للريسيتس. فعندي كنترولر جواه وان اند بوينت بتعمل بروسيس للريسيتس اللي بيعمل لها ابلود اليوزر، وونس ان حصل ابلود للريسيت بشيل الريسيت مع اوت بوكس مسج في الداتابيس. بعد كده في الوركر عندي باك جراوند جوب بتروح تيتريت على التيبل ده وتعمل ديسباتش للمسج باستخدام الهانج فاير. تعالى نروح عليها. فده كل اللي بتعمله اتريت على المسجز، بعد كده بتعمل انكيو لجوب عن طريق الهانج فاير عشان ينادي على بروسيس ريسيت، وده البروسيسور بتاعنا. ايه الفيتشر اللي عايزين نعملها هنا؟ احنا عايزين هنا بدل ما بنعمل سيموليت ان في او سي ار اننا نعمل اكشوال او سي ار. فدي الفيتشر اللي عايزين نعمل لها امبلمنتيشن. تعالى نفتح كلود كود ونعمل انستول للبلجن ونجرب الفيتشر دي باستخدام البلجن. فخليني اروح على كلود وخلينا نعمل انستول للبلجن الاول، وده هنعمله من خلال الكوماند اللي هو /plugin. وهنا خلينا نعمل سيرش بفيتشر داش ديف، ظهرت لي البلجن. فخلينا ندوس سبيس، بعد كده ندوس اي تو انستول. حصل انستليشن، ريستارت كلود، خلينا نعمل اكزيت، بعد كده نفتح كلود من تاني. ودلوقتي المفروض لما اعمل /feature يظهر لي الكوماند اللي هو feature dev. فتعالى هنا نقول له الفيتشر I want to build actual OCR service to read receipts documents data and save it to database. تعالى نقول له انتر ونشوف الفيزز اللي قال عليها هتشتغل ازاي. عمل ليست لكل الفيزز، المفروض ان هو هيعدي عليهم فيز باي فيز. خلص اول فيز، الفيز التانية خلصت، وهنا في الفيز التالتة بدأ يقف ويسأل شوية أسئلة بناء على الديسكفري والكود اكسبلوريشن اللي عمله. فأول سؤال بيقول which OCR approach do you want to use for reading receipt documents. فأنا هروح مع Azure Document Intelligence فهقول له enter. تاني سؤال what data fields should the OCR extract from receipt documents. فأنا هقول له basic. بعد كده should actual file storage Azure Blob or local disk be implemented as part of this feature or keep simulated uploads. فأنا هقول له اعمل implement ال actual file storage، فهختار Azure Blob storage. بعد كده بيقول لي do you also need a get endpoint to retrieve receipts with their OCR extracted data. ليه لأ؟ خلينا أقول له yes. بعد كده بيقول لي submit ال answers. كده الفيز التالتة خلصت، والمفروض إنه هيطلع لي أكتر من solution في الفيز الرابعة. خلص الفيز الرابعة ومطلع لي أكتر من approach. فبيقول I have two architecture approaches. أول واحد minimal changes. option B اللي هو clean architecture. بعد كده الريكومنديشن بتاعه، يعني هو عطى two approaches، بعد كده الريكومنديشن بتاعه إننا نمشي مع pragmatic middle ground. فهو عايز يعمل mix approach من الاتنين، وفي الآخر بيقول لي أي approach أنت هتوافق عليه. وده بصراحة أهم حاجة أشوفها في البلجن دي، إن هو بيديلك أكتر من سولوشن على عكس البلان مود، أو على عكس إننا نقول لكرود مثلا اعمل امبلمنت على طول. فخلينا نختار البراجماتيك ميدل جراوند، فخلينا نقول انتر. المفروض كده إنه هيروح على الفيز الخامسة اللي هي الامبلمنتيشن. الفيز الخامسة خلصت، والحلو في الموضوع إن أنا عامل يونت تيستس فعدى عليهم كلهم وتأكد إن هم شغالين. دلوقتي بدأ في الفيز الستة اللي هي كواليتي ريفيو. الفيز الستة خلصت. اللي لاحظته ان هو عمل شوية حاجات زيادة، زي مثلا حط كانسليشن توكن، عمل شوية اديشنال تشيكس عشان يتأكد ان الفلو شغال مظبوط. دلوقتي راح على الفيز السابعة والأخيرة اللي هي السمري.
أخيرًا خلّص، الموضوع فعلًا خد وقت طويل جدًا، دخل في ال20 دقيقة. بصراحة بعد ما جرّبت الfeature أنا شايف إن هي فعلًا حلوة أوي، وكنت جرّبت قبل كده حاجة شبهها في Gemini وهي Conductor، بس حاسس إن الfeature دي مع الsub agents أقوى من Conductor، وكمان عجبني أوي موضوع إنه في أكتر من solution وأنا باختار ما بينهم، وعجبني الأسئلة اللي بيسألها بعد ما يفهم الcode base وبعد ما يفهم الrequest اللي أنا عايزه. بس في الآخر نقطة مهمة زي ما قال صاحب الpost بتاع Reddit، ما تستخدمش الplugin دي غير لمّا يكون عندك فعلًا feature تستاهل، أو عندك feature كبيرة. للtasks العادية استخدم plan mode عادي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون أفدتكم، وسلام.